بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده طريقه عمل مربى الفراوله. والفراوله موجوده كتير في السوق ورخيصه اهيت. بعد ما استوت يعني وجزت حطيتها في البرطمان اهيت. معايا بقى 2 كيلو فراوله. بتغسليها وتشيلي الورق الاخضر اللي فيها من فوق زي ما انتم شايفين قدامكم كده. اغسليها كويس عشان يبقى فيها رمل كتير، بس ما تنقعهاش في ميه عشان لو نقعتها في ميه اللون بتاعها بينزل في الميه ومتبقاش شكلها حلو. وانت عامله وتقطعها بقى كده دواير كده، بنقطعها كده او تقطعها الواحده 4 ارباع او كده، يعني على اللي يريحك في التقطيع اعمليه. اهوت الفراوله كتير في السوق ورخيصه. انا جايبه الكيلو ب15 جنيه. بعد العيد قبل العيد كانت الكيلو ب25 و30 جنيه. اهو. واعملوها وخزنوها عندكم للصيف يعني عشان ما تبقاش موجوده كتير الفراوله. ومعايا بقى كل كيلو فراوله عليه نص كيلو سكر. في ناس بتحط على الكيلو فراوله كيلو الا ربع سكر. وانت عايزه ممكن تركنيها شويه كام ساعه كده في ريحك اركنيها، او عايزه بيتها في التلاجة في ريحك، او عايزه تسويها على طول سويها اللي يريحك يعني. تحطها بقى على النار تغلي اهيت اهي قدامكم. بعد ما ميتها تهبط شويه يعني تتبخر شويه، شيل الرغاوي اللي عليها دي عشان ما تبقاش شكلها ابيض في الفراوله وانت مخزناها في البرطمانات. ولازم تخزنها في برطمانات ازاز عشان برطمانات الازاز صحيه. وتعقميها طبعا، تحطها في ميه مغليه وتنضفيها يعني عشان ما تعملش بكتيريا معاكي على وش المربى اهي. وعايا بقى كل ما حطيت على ال2 كيلو نص معلقه اكل ملح ليمون اهو. هتختبرها بقى، بتطلعي شويه من العصير بتاعها كده وتسيبهم يبردوا وتمشي صبعك فيها كده. لو ما جاش العصير على بعضيه يبقى كده يستوى. تجي على بعضها اغليها شويه. شايفين ما بيجيش على بعضيه ازاي؟ اغليها شويه. بعد وهي بتبقى سخنه بتبقى سايله شويه، لكن لما تبرد بتبقى غليظه زي انت ما شفتوها قدامكم كده. شايفين اهي؟ غليظه خالص قدامكم اهي، لكن وهي سخنه بتبقى سايله شويه. برطمان ازازه اهوت معقماه وحاطاه في مغليه في ميه سخنه اهوت. وتفضيها بقى في برطمانات. حاولي تعملي في برطمانات ازاز، برطمانات الازاز صحيه ونظيفه يعني. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه اللي هو اعجاب، اعملوا اشتراك في القناه او لايك اللي هو اعجاب، او تكتبوا لي تعليق حلو زيكم يعني. اه. شفت الحله اللي لازق فيها حاجه ولا اي حاجه خالص؟ خليكي في ريحه على طول دايما تقلبي فيها عشان ممكن تشيط منك وتغطيها بقى ببرطمان كده وتغطيها بالغطا وتحط عليها تكيس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.